إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ألا وإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه المباركة وهو يحمل المعول، تلك الصخرة العظيمة الكأداء التي عجز الصحابة أن يحطموها في الخندق، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام. والله إني الساعة لأبصر قصورها الحمراء. منذ ذلك الوقت والشام هي في قلب محمد سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وفي قلب كل واحد من أصحابه وأتباعه والمؤمنين به صلى الله عليه وسلم، حتى إن أول المحاولات لفتح الشام بدأت في زمنه المبارك صلى الله عليه وسلم من خلال معركة مؤتة، ثم وهو في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام يجهز جيشاً تحت إمرة أسامة بن زيد من أجل عيون الشام، ثم يوصي في ساعاته الأخيرة أن ينفذ بعث أسامة وأن يتابع الجيش مهمته حتى ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أسامة أنه نظر إليه ونظر إلى السماء في ساعاته الأخيرة، ففهم أسامة أن رسول الله يدعو له ويدعو للشام، يدعو لجيشه أن يفتح الله عليه الشام أو أن يكون بدءاً لفتح الشام. ثم لما تولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الخلافة أرسل أول حملة عسكرية لفتح الشام بقيادة خالد بن سعيد بن العاص، ثم شكل 5 ألوية لفتح الشام، ثم توالت المعارك والحروب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب حتى فتح الله الشام. الشام فتحت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فضل كبير لسيدنا خالد بن الوليد وسيدنا أبي عبيدة ابن الجراح اللذين تحدثنا عنهما وعن صفاء نفوسهما وإخلاصهما والحب الذي كان يسكن هذه الثلة المباركة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي رضي الله عن هذه النفوس الطاهرة، فأيدها ومكنها وفتح الشام بفضله سبحانه وتعالى
على أيدي أصحابها. ثم بعد ذلك بقيت الشام محط أنظار المسلمين يتابعون فيها ويملؤونها خيراً وإصلاحاً. ولقد وصلت الشام في عهد الأمويين إلى أن تكون حاضرة العالم بأسره، وتحققت بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاهتمام النبوي أيها الأحبة لم يقف عند فتحها والتبشير بفتحها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له دلالة عظيمة، عندما يخص النبي صلى الله عليه وسلم شخصاً أو بلداً بدعاء، فهذا يعني أن هذا الشخص أو هذه البلدة أو هذا المكان في قلبه وعقله وروحه صلى الله عليه وسلم. لذلك طالما قال اللهم بارك لنا في شامنا، بل وأخبرنا أن عناية ورعاية إلهية خاصة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض المباركة. فلقد قال يا طوبى للشام صلى الله عليه وسلم، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله، وكلمة طوبى أنتم تعلمون أنها كلمة امتداح، يعني يا هنيئا للشام. قالوا وبما ذلك؟ فقال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتهم على الشام. وأحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، كأنه يقول له إذا مت يا رسول الله أنا أي بلد أقصد؟ ولكنك ما دمت حيا لا أترك قربك. جاء في الحديث أن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال يا رسول الله اكتب لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أخطر على قربك، يعني أي بلد آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كراهية أن يعيش بالشام قال له هل تدرون ما يقول الله عز وجل في الشام؟ يقول أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من خلقي وعبادي وإليك المحشر. ورأيت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. فقلت ما تحملون؟ قالوا نحمل عمود الإسلام، يعني العمود الذي سيبقى الدين قائما عليه. فقالوا نحمل عمود الإسلام، أمرنا الله أن نضعه بالشام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبين أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض، فأتبعت بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. فمن أبى أن يلحق بالشام فليلحق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال راوي الحديث ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام قال يعلق على هذا الحديث، قال إن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك، وإن وقعت في غير الدين
كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان. ثم قال السلطان: وأي مدح أتم من ذلك؟ يعني هذه غاية المدح لهذه الأرض المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها ملاذ الآمنين، فقال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير منازل المسلمين يومئذ. وأخبرنا أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سيكون قائداً للمسلمين في أرض الشام، فقال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ثم أوكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشام مسؤوليات ثلاث. الأولى: روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن مولاة له أتته فقالت له: اشتد علي الزمان، فهلا أشرت علي أن أخرج إلى مكان، فإني أريد أن أخرج إلى العراق. فقال لها: فهلا إلى الشام أرض المنشر، اصبري فإني سمعت، يعني اذهبي إليها حتى إذا رأيت فيها شدة فاصبري. يعني من وجد أي شدة فعليه بالشام، فإذا دخل الشام فوجد فيها شدة لا عليه أن يغادرها. كل مكان قد يغادر إذا وقعت شدة وإذا اقتضى الظرف ذلك، ولكن إذا وقعت الشدة في الشام فعلى أهلها ألا يغادروا، بل عليهم أن يصبروا. فقال لها: اصبري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الشام: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو كنت له شفيعا يوم القيامة. هذه هي المسؤولية الأولى. المسؤولية الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. طبعا عندما يقول فلا خير فيكم هو من يخاطب صلى الله عليه وسلم؟ هو يخاطب كل مسلم. فكأن الشام إذا كانت في عافية كان كل مسلم في عافية، وإذا كانت مريضة فكل مسلم مريض، وإذا كانت صالحة فكل مسلم صالح، وإذا كان فيها فساد كان كل مسلم فيه فساد. إذا فسد أهل الشام، ويخاطب الصحابة الكرام الذين رباهم على يده وجاهدوا معه، ثم يقول لهم، لا يقول يعني لهم أنتم وأهل هذه البلاد إذا فسد أهلها، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي، يعني في الشام، منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هذه المسؤولية الثانية، ألا وهي المحافظة على الدين والصلاح في الشام، ومحاربة كل لون من ألوان الفساد يمكن أن يطال هذه الأرض المباركة. هذه وظيفة كلف الله ونبيه صلى الله عليه وسلم كل واحد منا أن يعيش عليها، وأن يعيش من أجلها، وأن يموت عليها. إقامة الصلاح، توطيد أركان الدين، محاربة الفساد. فنحن عندما نفعل ذلك، قبل أننا نفعل ذلك لمصلحتنا كأهل لهذه البلاد، نحن نفعل ذلك، وهذا هو الأهم، لمن عاش عبدا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهم أننا ننفذ أمر الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسؤولية الثالثة: قال صلى الله عليه وسلم في حقها: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها.
تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين، يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم، فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع. دائما هناك في الشام من يفزع لها ولصلاحها ولدين أهلها في كل حرب وفي كل موقعة وفي كل فتنة، يلبس لها أبدان الدروع. ثم قال رسول الله عن هؤلاء، قال هم أهل الشام، ونكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يومئ بها إلى الشام حتى أوجعها صلى الله عليه وسلم، حتى أوجع يده من شدة أنه يومئ إلى الشام. وهذه هي المسؤولية الثالثة، الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى ووحدة الصف، وأن تسود المحبة، وأن تزول البغضاء والشحناء والفرقة، وأن يقوم أهل الشام على خدمة الدين ومحاربة أعدائه. أيها الأحبة، لقد ارتبطت الشام على مر التاريخ بالكرامة والعزة ومحاربة أعداء الله سبحانه وتعالى والقيام بأمر الدين. فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمات الله عليه، قال: ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته. هو يتحدث عن نفسه رحمه الله، يقول: هي أحد ما اعتمدته في حض المسلمين على غزو التتار. يعني كان عندما يقول للمسلمين في ذلك الوقت يحضهم على أن يقوموا بواجبهم ويحاربوا التتار الذين كانوا يريدون سرقة البلاد وسرقة الدين. كان يعتمد وهو يحض المسلمين على مجموعة أمور. أهم هذه الأمور أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل أو وعد بتكفل الله بالشام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إلى أهل الشام هذه المهمة على مر التاريخ حتى تقوم الساعة. هذا اعتمد عليه الإمام في حضه المسلمين على غزو التتار. قال: وأمري لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار. والشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى قال: وأهل الشام كالماء، لهم في الرضا رقته وسيلانه، وفي الغضب شدته وطغيانه، بل ربما كان لهم من البركان فورانه وثورانه. رضي الله والرسول عن الشام، فنصر آت وفتح مبين. استردت أيامها بك بدر، واستعادت شبابها حطين. بك عزت قريش بعد هوان، وتلاقت قبائل وبطون. صدق السيف وعده يا بلادي، فالسياسات كلها أفيون. صدق السيف حاكما وحكيما، وحده السيف يا دمشق اليقين. علمينا فقه الإسلام يا شام، فأنت البيان والتبيين. علمينا قراءة البرق والرعد، فنصف اللغات وحل وطين. أوقدي لنا فالحديث طويل، وطويل لمن نحب الحنين. واركبي الشمس يا دمشق حصانا، ولك الله حارس وأمين. لقد استلهم المجاهدون الذين أجرى الله نصرنا على أيديهم، لقد استلهم المجاهدون والثوار والشعب العظيم وكل مخلص مجدهم من زوايا كل بقعة من بقع الشام، وأخذوا عزمهم من طرقاتها، وجدوا واجتهدوا كل جهاد حتى طردوا الهارب وكل ذي ناب ممن حوله.
وأنهوا حكم الغاب وغسلوا عن حمص ودمشق وحلب وحماة وغيرها قذى علق بثيابها، ومسحوا غبارا استطال على وجهها، وكتبوا في سفر الخلود ثورة سيترحم القادمون على شهدائها، وأقاموا في مساجدهم الدنيا بالتكبير ثورة يبرد لها رفات الشهداء، ويعود من خلالها كل طير مهاجر يطلبون الثأر ممن ظلمهم، ويبترون اليد التي كانت تسعى في تضييق أرزاقهم، ويقطعون الوتين الذي كان يتاجر بعداء الصهاينة وهو ولدهم المدلل. فالله أكبر أكبر أكبر، نصر هذه الأيدي المجاهدة المتوضئة الطاهرة. فالله أكبر الله أكبر، اصطفى شهداء ليكونوا خالدين مع حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، عوض الله المعذبين والمغيبين والمعتقلين والأيتام والأرامل الجنة بإذن الله.